السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة هانم. فيديو اليوم هو واحد من ضمن 8 فيديوهات سيتم نشرها على القناة ضمن سلسلة أفكار لسيغموند فرويد لا يزال تأثيرها قائما حتى اليوم. لا تترددوا أصدقائي في الضغط على زر اللايك ووضع آرائكم في التعليقات. كلنا أذان صاغية. فيديو اليوم يتحدث عن مقولة لفرويد: الحكاية علامة شفاء الراوي. يقول فرويد في إحدى محاضراته إن الحكي يجعلنا أخف، وسواء كان العلاج النفسي على طريقة فرويد أو أي نوع آخر من العلاج بالحكي، فقد ثبت أن الكلام يساعد على تخفيف الأعراض العاطفية وتقليل القلق، بالإضافة إلى تحرير العقل من قيوده. لا يمكننا الإنكار أن للتأمل والعلاج المختصر تأثيرا في تخفيف الأعراض، إلا أن العلاج بالحكي يشمل أداة مهمة، هي العلاقة العلاجية التي تنشأ بين المريض والمعالج، إذ ينخرط الشخصان بكل جوارحهما في العلاج وليس في مجموعة من الأعراض أو التشخيصات فقط، وهو ما يؤدي إلى تغيير أعمق وأبقى. حتى نقوم بتجسيد هذه الصورة، على المعالج النفسي أو الطبيب أن يخلق علاقة بينه وبين المريض، علاقة تشمل الثقة، تشمل العديد من الأمور. هذه الأمور وإن كانت تبدو بسيطة ستساعد هذا المحلل النفسي أو الطبيب في إدراك العلة لدى هذا الشخص، وبالتالي الوصول إلى طريقة أفضل في المعالجة. ما رأيكم في هذا الكلام أصدقائي؟ هل تعتقدون أن العلاقة بين المريض من جهة والطبيب من جهة أخرى هي أساس حتى يتمكن هذا الممرض أو هذا الطبيب من الوصول إلى الشفاء، أم أن العلاج المباشر دون الحاجة إلى الاتصال بالكلام مع هذا المريض هي أفضل طريقة ولا حاجة إلى الكلام في مثل هذه المواقف؟ أخيرا أخوتي، أشكركم على متابعة الفيديو. لا تترددوا على الرد على هذا السؤال في التعليقات وإعطاء رأيكم. نلتقي في الفيديو القادم لهذه السلسلة من أفكار لسيغموند فرويد لا يزال تأثيرها قائما حتى اليوم. يتبع إن شاء الله. السلام عليكم.